بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه بعد شهر رمضان عام 15 و400 وألف في يوم الخميس 15 من شهر شوال من هذا العام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء وما سبقه وما يلحقه إن شاء الله لقاء مباركا نافعا، وأبشركم ولله الحمد أن الله تعالى نفع به إذ يسر الله من يفرغ الأشرطة ويطبعها وينشرها في عباد الله، فنسأل الله أن يجزي الجميع خيرا وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. بعد شهر رمضان وبعد أن أدى المسلمون ما أدوا فيه من عبادة الله، قد يلحق بعض الناس فتور عن الأعمال الصالحة، لأن الشيطان يتربص بعباد الله الدوائر ويقعد لهم بكل صراط، وقد أقسم أن يأتي بني آدم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، وقال لأقعدن لهم صراطك المستقيم. ولكن العاقل إذا تبصر واعتبر علم أنه لا انقضاء للعمل الصالح إلا بالموت، لقول الله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، ولقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله، فلا ينقطع العمل إلا بالموت. ولهذا ينبغي لنا أن نغتنم فرص العمر ما دام الله تعالى قد أعطانا صحة وفراغا. قال النبي صلى الله عليه وسلم خذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. وإذا انقضى شهر الصيام فلا يعني ذلك أن التعبد لله تعالى بالصيام قد انقضى. اللي خلف الباب يأتي هنا لا يعني أن الصيام قد انقضى، بل الصيام لا يزال، تعالوا هنا قدام، بل الصيام لا يزال مشروعا في كل وقت، حتى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أفضل الصيام صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما. وهذا يلزم أن يكون الإنسان صائما نصف الدهر بل أكثر، لأنه سيمر به رمضان يصومه شهرا كاملا. إذن فالصيام الحمد لله لا يزال عبادة مشروعة. وهناك أيام يسن صيامها، أيام معينة يسن صيامها، منها يوم الاثنين ويوم الخميس، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين فقال ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه أو أنزل علي فيه. وكان يصوم يوم الاثنين والخميس، فقيل له في ذلك فقال هما يومان تعرض فيهما الأعمال على الله تعالى، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. ومما يسن صومه أيضا أن يصوم 3 أيام من كل شهر، من أوله أو وسطه أو آخره، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم 3 أيام من كل شهر ولا يبالي أصامها من أول الشهر أو وسطه أو آخره. لكن الأفضل أن تكون في أيام البيض 13 و14 و15. وكذلك يسن صيام 9 ذي الحجة، لأنه ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، والصيام من الأعمال الصالحة. ويتأكد ذلك في يوم عرفة لغير الحجاج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية والباقية. ومما يسن صومه أيضا يوم عاشوراء، ويصوم قبله يوما أو بعده يوما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صام يوم عاشوراء ورغب فيه وقال أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. ولما قدم المدينة وجد اليهود يصومونه فسألهم عن ذلك فقالوا
إنه يوم نجى الله فيه موسى وقومه وأهلك فرعون وقامه فنحن نصومه شكرا لله. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام نحن أولى بموسى منكم، فصامه وأمر الناس بالصيام. والمهم أن التعبد لله تعالى بالصوم لا يزال مشروعا والحمد لله، فلنحرص على الصيام حتى ننال أجره، فإنه جاء في الحديث الصحيح أن الله تعالى قال كل عمل ابن آدم له الحسنة ب10 أمثالها إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي. أما القيام فما زال أيضا مشروعا، فإنه يسن القيام كل ليلة، والأفضل أن يكون بعد منتصف الليل إلى الثلث ثم ينام السدس، لأن هذا هو قيام داود وهو أفضل القيام، أن تنام نصف الليل الأول ثم تقوم الثلث ثم تنام السدس إلى أن يطلع الفجر. وذلك لأن هذا القيام يشمل الراحة، راحة البدن في أول الليل وراحة البدن في آخر الليل، مع إدراك النزول الإلهي الذي يكون في الثلث الآخر من الليل. فإن ربنا جل وعلا ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. ولهذا يجد الإنسان لذة عظيمة في الصلاة في هذا الوقت ومناجاة الله تعالى، حتى إنه يبقى طعمها في قلبه لا يزول أبدا إلا أن يشاء الله. فالقيام إذن مشروع في كل وقت، لا تقل إن قضاء رمضان فلا قيام، بل إن القيام مشروع في كل وقت في كل ليلة، إلا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى أن تخص ليلة الجمعة في قيام أو يومها بصيام، فقال لا تخص ليلة الجمعة بقيام ولا يومها بصيام. ولهذا يكره أن يصوم الإنسان يوم الجمعة مفردا له إلا لسبب، مثل أن يوافق يوم الجمعة يوم عرفة أو يوم عاشوراء، أو يكون عليه قضاء لا يتمكن من قضائه، يعني قضاء من رمضان لا يتمكن منه إلا في يوم الجمعة فيصومه من أجل القضاء لا من أجل أنه يوم الجمعة، فهذا لا بأس به. الصدقة مشروعة في كل وقت، كل وقت تتقرب فيه إلى الله تعالى بالصدقة فإنك مأجور، غير مبتدع ولا مشرع في دين الله ما ليس منه، بل إن إنفاقك اليومي على أهلك وعلى نفسك صدقة، كما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فالمسلمين ولله الحمد يفعلون جميع ما يفعلونه في شهر رمضان، فلا ينبغي لهم أن يستحسروا وأن يقولوا انتهى وقت العمل، فإن هذا من وساوس الشيطان وتثبيطه عن الخير. نسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. بعد هذه الكلمة القصيرة التي أرجو من الله تعالى أن أكون أول من ينتفع بها وأن ينفعني وإياكم بما علمنا، بعدها نتكلم يسيرا على سورة البينة لأننا انتهينا إليها. فيقول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب. والكلام عن البسملة قد تقدم كثيرا لنا في هذا المجلس وغيره، وبينا أن البسملة آية من كتاب الله تكلم الله بها كما تكلم بالقرآن جل وعلا، ولكنها آية مستقلة لا تعد من آيات السورة التي بعدها ولا من آيات السورة التي قبلها، بل هي مستقلة تبتدأ بها السور من الفاتحة إلى قل أعوذ برب الناس، ما عدا سورة براءة، فإنها لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه افتتح سورة براءة بالبسملة، ولهذا أقبلها الصحابة رضي الله عنهم، لكن احتياطا وخوفا من أن تكون سورة مستقلة جعلوا بينها وبين سورة الأنفال فاصلة. يقول الله عز وجل: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. يعني ما كان الكفار من أهل الكتاب والمشركين منفكين، أي تاركين لما هم عليه من الكفر حتى تأتيهم البينة. والذين كفروا أهل الكتاب هم اليهود والنصارى، سموا بذلك لأن صحفا بقيت إلى أن بعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مع ما فيها من التبديل والتحريف والتغيير.
ولكن هم أهل الكتاب. إذا سمعتم في القرآن أهل الكتاب فالمراد بهم من؟ اليهود والنصارى. اليهود لهم التوراة والنصارى لهم الإنجيل. أما المشركون فهم عبدة الأوثان من كل جنس من بني إسرائيل ومن غيرهم. يقول لم يكن هؤلاء منفكين أي تاركين لما هم عليه من الشرك والكفر ومنفكين عنه حتى تأتيهم بينة. فما هي البينة؟ البينة ما يبين به الحق في كل شيء. كل شيء يبين به الحق فإنه يسمى بينة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام البينة على المدعي واليمين على المنكر. فكل ما بان به الحق فهو بينة، ويكون في كل شيء بحسب. فما هي البينة التي ذكرها الله هنا؟ البينة قال رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وهذا الرسول هو النبي صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله، محمد بن عبد الله الهاشمي القرشي صلوات الله وسلامه عليه. وجاء بصيغة النكرة رسول تعظيما له، لأنه عليه الصلاة والسلام جدير بأن يعظم التعظيم اللائق به من غير نقص ولا غلو. رسول من الله يعني أن الله أرسله إلى العالمين بشيرا ونذيرا. قال الله تبارك وتعالى وأرسلناك للناس رسولا. وقال تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فهو محمد عليه الصلاة والسلام مرسل من عند الله بواسطة جبريل عليه الصلاة والسلام، لأن جبريل هو رسول رب العالمين إلى رسله، موكل بالوحي ينزل به على من شاء الله من عباده. إذن من المراد بالرسول الأخ؟ أي من المراد به؟ محمد. طيب ما أرسله؟ الله، بقوله رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. من هو الواسطة بين الرسول وبين الله؟ جبريل، لأن جبريل موكل بالوحي ينزل به على من يشاء من عباد الله. يتلو صحفا مطهرة يعني يقرأ لنفسه وللناس. صحفا جمع صحيفة، وهي الورقة أو اللوحة ما أشبه ذلك مما يكتب به. مطهرة أي منقاة من الشرك ومن رذائل الأخلاق ومن كل ما يسوء، لأنها نزيهة مقدسة. فيها أي في هذه الصحف كتب قيمة. تعلمنا كتب أي مكتوبات قيمة. فكتب جمع كتاب بمعنى مكتوب، والمعنى أن في هذه الصحف مكتوبات قيمة كتبها الله عز وجل. ومن المعلوم أن الإنسان إذا تصفح القرآن وجده كذلك، أي وجد أنه يتضمن كتبا أي مكتوبات قيمة. انظر إلى ما جاء في القرآن من توحيد الله عز وجل والثناء عليه وحمده وتسبيحه، تجده مملوءا بذلك. انظر إلى ما في القرآن من وصف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ووصف أصحابه المهاجرين والأنصار، ووصف التابعين لهم بإحسان. انظر إلى ما جاء في القرآن من الأمر بالصلاة والزكاة والصيام والحج وغير ذلك من الأخلاق الفاضلة. تجد أن كل ما جاء في القرآن فهو قيم، أي قيم بنفسه، وكذلك هو مقيم لغيره. فيها كتب قيمة. إذن أخبر الله في هذه الآية أنه لا يمكن أن ينفك هؤلاء الكفار من أهل الكتاب والمشركين حتى تأتيهم البينة. فلما جاءتهم بينة هل انفكوا عن دينهم، يعني عن كفرهم وشركهم؟ استمع للجواب. قال وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. يعني لما جاءت البينة هل آمنوا؟ لا، ولكنهم اختلفوا، منهم من آمن ومنهم من كفر. فمن النصارى من آمن مثل النجاشي ملك الحبشة، ومن اليهود من آمن أيضا مثل عبد الله بن سلام رضي الله عنه. فمنهم من آمن ومنهم من كفر.
فمن علم الله منه أنه يريد الخير ويريد الدين لله آمن وفق للإيمان، ومن لم يكن كذلك وفق للكفر. كذلك أيضا المشركين من آمن، وما أكثر المشركين من قريش الذين آمنوا، فصار الناس قبل بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام لن يزالوا على ما هم عليه. تقدم شوي مع الأخوان، تقدم. لم يزالوا على ما هم عليه من الكفر، ولا حتى جاءتهم البينة. ثم لما جاءتهم البينة إيش اللي حصل؟ تفرقوا واختلفوا، كما قال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وسيأتي إن شاء الله بقية الكلام على هذه السورة. وأسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فهذا هو اللقاء 87 من اللقاءات التي يعبر عنها بلقاء مفتوح. يتم هذا اللقاء في يوم الخميس 22 من شهر شوال عام 15 و400 وألف. نبتدئ هذا اللقاء بإكمال تفسير سورة البينة، وقد انتهينا فيه في اللقاء السابق إلى قول الله تبارك وتعالى: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. بين الله تعالى هنا في هذه الآية بيانا مؤكدا أن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم، أي في النار التي تسمى جهنم. وسميت جهنم لبعد قعرها وسوادها، فهو مأخوذ من الجهمة، وقيل إنه اسم أعجمي عربته العرب. وأيا كان فإنه أعني لفظ جهنم اسم من أسماء النار، أعاذنا الله وإياكم منها. وقولوا إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، من هنا بيان للإبهام، أعني إبهام الاسم الموصول في قوله إن الذين كفروا. وعلى هذا فيقتضي أن أهل الكتاب كفار، وهم اليهود والنصارى. وكذلك الأمر، فإن اليهود والنصارى كفار حين لم يؤمنوا برسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإن قالوا إنهم يؤمنون بالله واليوم الآخر ويدعون لموتاهم بالرحمة وما أشبه ذلك من العبارات التي يتزلفون بها، فإنهم كاذبون. إذ لو كانوا يؤمنون بالله واليوم الآخر لآمنوا بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل لآمنوا برسله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد وجد وصفه في التوراة والإنجيل، كما قال الله تبارك وتعالى في سورة الأعراف: الذين يتبعون